الفانتا من الكيكات المقربة إلى قلبي، لأن أول مرة أكلتها كانت من التيتا الله يرحمها. هنعملها النهاردة زي بتاعت زمان من غير أي إضافة من إضافات الجيل الحالي. نتيجتها مظبوطة، هشة ومرتفعة. الفيديو ده مليان روايح زمان. هنعمل كيكة زمان بتفاصيل زمان. انا صباح مجدي. ما تنسوش الاشتراك في القناه ليصلكم اشعار وصفاتي الجديده. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس. يلا بينا نبتدي. اول حاجه هبتدي بتجهيز الصينيه. انا قررت ان انا اعملها في صينيه الومنيوم علشان زي اللي كانت تيتا بتعملها زمان وامهاتنا بيعملوها زمان. هدهن القالب او الصينيه سمنه وبعدين هعفرها بدقيق. هدهنها من كل الجوانب. وبعدين هجهز معايا كوبايه ونص من السكر واربعه بيض، 4 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه. انا هعملها على ايدي. ممكن تعمليها على في الخلاط او المضرب. هتفضلي تضربها على ايدك لحد اللون ما يفتح معاكي كده. نعملها بتفاصيل زمان، يعني مش هنستخدم اي حاجه من اضافات الجيل الحالي. هنحط كوبايه ونص من الزيت وهنرجع نقلب. كل ما نضيف مكون لازم نقلب. وبعدين هننزل بكوبايه ونص من الفانتا. في بس نصيحه عايزه اقولك عليها، الفانتا لما تستخدميها لازم تبقى الفانتا جديده، يعني ما تكونيش مثلا فتحتي الازازه واخدتي منها وسبتيها عشان الصودا بتاعتها بتخف. لا، احنا عايزينها اول ما نحط يحصل الفوران اللي انتوا شفتوه ده بيخليها هشه قوي من جوه. بعدين هنرجع بقى نقلب لحد ما كل حاجه تمتزج. هنا بقى انا هضيف بشر برتقان عشان تطلع بريحه البرتقان، وهحط برضو فانيليا. هتبشر البرتقان، هتاخدي بس اللون الاصفر اللي بره ده، مش هتيجي جنب الابيض، تمام. وبعدين هضيف 2 باكت من الفانيليا. انا عامله النهارده صينيه حجمها كبير اللي هو زي اللي كانت تيتا بتعملها لنا زمان. هنا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم باكت كبير من البيكنج باودر او محسن الكيك، وعليهم رشه ملح بس تقريبا الكاميرا مصورتهاش. وبعدين هنميكس بقى وهننزل بخليط الدقيق ده على الخليط السوائل على 3 مرات. وبعدين هدمج كويس جدا، واحاول وانا ادمج بالراحه، اللي هو هدمج او هقلب في اتجاه واحد. وزي ما اتفقنا هننزل بالدقيق على السوائل على مراحل. هدي ايدك وانت بتقلبي، وزي ما اتفقنا هنقلب في اتجاه واحد بالطريقه دي وبالراحه عشان نحافظ على الهواء بتاع الخليط. شايفين بالراحه خالص ازاي؟ وهستمر في التقليب لحد ما اوصل للقوام ده والدقيق كله يختفي. ده قوام الكيك المظبوط، بقى سائل شويه. هجيب بقى الصينيه الالومنيوم بتاعتي وهنزل فيها بالقوام. شايفين نعومه القوام وشكل القوام وجمال القوام وانا اسقط قليلا يا جماعه، يعني بسم الله ما شاء الله. القوام ده هو القوام المظبوط لاي كيك. هخبط بس خبطتين 3 كده عشان بس اخرج كل الفراغات، كل البابلز دي كلها تطفى. بعدين هدخلها الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. هتاخد معاكي 45 من 30 ل 45 دقيقة وتطلعيها. احتاجتي تشغلي الشواية احتاجتي، ما احتاجتيش خلاص. طبعا زي ما احنا متعودين الكيك اول ما بيستوي بطفي الفرن واسيب الفرن واسيب الكيك في الفرن 5 دقايق، عشان لو طلعته والفرن سخن والكيك سخن الكيك هيهبط معايا. فهسيبه شويه في الفرن وبعدين اطلعه لحد ما يهدى وابدا ان انا اقطعه. وقطعته برده مكعبات صغيره كده زي اللي كانت تيتا بتعمله لنا زمان الله يرحمها. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتبعتوا لي تطبيقاتكم على جروبنا على الفيسبوك.